الراجل ده كان بيتغدى في مطعم هو ومراته، وفجأة جت بنت قعدت على الترابيزة بتاعتهم وبقت تاكل من الأكل بتاعهم، وهي بتتكلم في التليفون وبتقول لوالدتها: أيوة يا ماما، أنا باكل أكل كويس جدا، ما تقلقيش عليا، وقاعدة كمان مع جماعة أصحابي. وبعدين قالت لوالدتها: هسيبك يا ماما علشان أكمل أكلي. قامت من مكانها واعتذرت وقالت لهم: أنا آسفة جدا، كان المفروض أستأذنكم قبل ما أعمل كل ده. والدتي قلقانة عليا لأني متغربة وبدرس في الجامعة، وعاوزه تطمن ان انا باكل كويس. الفلوس اللي معايا كلها خلصت ومرضتش اقلقها عليا. لسه هتمشي نادوا عليها وقالوا لها: لا استني، اتفضلي اقعدي كلي، احنا خلاص خلصنا اكل، وما تقلقيش احنا هندفع حساب الاكل. وراحوا لصاحبه المطعم وحاسبوها على الاكل وطلبوا منها وجبه. على ما صاحبه المطعم جهزت الوجبه، كان الراجل كتب جواب وطلع فلوس من جيبه وحطهم في الكيس للبنت، وقال لها: البنت بعد ما تخلص اكل يبقى اديها الكيس ده. البنت بعد ما خلصت لقيتهم دفعوا الحساب وسابوا لها الشنطه دي. فعلا العبد في التفكير والرب في التدبير. صلى على النبي في التعليقات.